تسلم عليا ولا ايه؟ كعبلتش. تعالى انزل. حضرتك عايز اتكعبل؟ لا والله يا ابني اتفضل. كعبلت يا حلو. قعدت؟ ان شاء الله هسقط. ان شاء الله هتسقط. صعب شوية وانا بقول اهو. ايه التفاؤل اللي انت فيه ده؟ ان شاء الله هتسقط من اول سؤال وانا بقول اهو. طب ان شاء الله هتنجح. لا ان شاء الله بقى هنسقط. ان شاء الله هتنجح. ان شاء الله هسقط. طيب وانا بقى هسقط نفسي. ماشي. عايز تسقط بقى انت يا باسم؟ ولو نجحت هتسقط نفسك. طب ما اقول لي انا هسقطك وخلاص. ايوه سقطت. ايه حب الفشل ده ليه؟ كده. ليه عايز تسقط ليه؟ كده. بس انا مش بحب. مش بتحب؟ انا ما كنتش جاي هنا من الاصل. وانا كنت جاي من الاصل. امال مين اللي جابك بقى؟ ايه اللي اجبرك انك تيجي؟ ماما وبابا. هم قالوا لك تعالى اطلع في البرنامج. فانت جاي مخنوق اساسا. عايزيني بقى. عايزيني. عايزينك تطلع. يعني انت دلوقتي قاعد لا انت طايقني ولا طايق البرنامج. وانا طايق البرنامج كله. طب وجاي على نفسك ليه؟ يعني ليه السبب؟ ايه السبب؟ عشان انا مش عايز اروح. انا مش عايز اكتب كمبيوتر كمان. ولا عايز تكسب موبايل؟ ولا تكسب فيديو ولا جيم؟ اي حاجه. طب ما تيجي تاخدني قلمين؟ ايه رايك؟ متضايق اول الدرجه دي؟ طب مش جايز الاسئله تيجي سهله؟ برضه سقط نفسي. طب ومع انك مش طايق تيجي البرنامج ولا عايز تشوفني ولا بتاع، تقوم تيجي بالفانيله الداخليه كده؟ مفيش جاكيت؟ مفيش قميص؟ لا ايه؟ كده. وانا قاعد اقول اخويا تعالى عايز امشي. يقول لي لا. ومين اللي حط لك جل في شعرك؟ هو. ده طبعا غصب عنك. هو اللي غصب عنه بقى. هو اللي حط لي بغصب عنه. هو اللي حطهولي بغصب وانا مش عايز احطه. وخلاص. خلاص باظت. يعني اخوك حط لك جل غصب عنه ولا غصب عنك؟ لا غصب عنه. غصب عنه هو؟ مفيش حاجه اسمها كده. ما هو ممكن ما يحطلكش ما بقاش غصب عنه خلاص. انا كنت عامل شعري منكوش. كنت شعري منكوش من الاصل. وهو دلوقتي ايه حرير يعني؟ ما هو منكوش اهو. هو اللي عامله لي منكوش. طب ما تحكي لي بقى على يومك كده من اول ما بتصحى الصبح. يعني بتضرب مين وبتعور مين؟ من اول بضرب اخواتي. تضرب اخواتك؟ اول حاجه على الصبح. صح؟ كل يوم بلعب فيهم مصارعه. كل يوم ايه؟ بلعب فيهم مصارعه. بتلعب فيهم مصارعه؟ ومخبات كمان. ده قبل الفطار؟ طيب وبتفطر؟ بشرب لبن. تشرب لبن؟ طيب وبعد الفطار بقى بتلعب في مين مصارعه تاني؟ لا بس الحديد. بس النهارده بقى بابا قالت لي ما تروحش التمرين وروح. روح بقى هنا وهي بقى خلتني اروح بالعافيه. طب كلهم زقينك انك تيجي هنا غصب عنك؟ حتى اخويا اللي ورايا ده. مرمي وراك ده صح؟ مرمي ورايا ده. طب انت ليه قلت فوق هنا جاوبت على السؤال بتاع الفاكهه؟ ما انا كنتش عايز ارد. عموما هي الحكايه مش هتاخد دقايق يعني، دي شكل دبوس ونخلص من القصه دي كلها.
ولا تضايق نفسك ولا بتاع. كمل لي بس يومك بعد ما بتشرب اللبن وتلعب حديد وتلطش في اخواتك. بتعمل ايه بقى؟ بنام. تاخد لك ساعتين كده الظهريه صح؟ وبعد كده عشان اسهر بقى. عشان تعرف تسهر بالليل. طب انتوا كم واحد؟ 3. مين انا ومين؟ اخر واحد. مين ومين ومين؟ داليا وديانا. داليا وديانا. داليا وديانا. وانت الاخير بقى. امال مين اللي قاعد ورا ده؟ مصطفى. مصطفى؟ نسيت. يعني ده اخوك بس انت مش معترف بيه. عشان ده اللي خلى ماما هي اللي توديه. ده اللي خلى مامتك تجيبك بالعافيه. فانت اتبريت منه. ما حسبتوش من اخواتك. وبابا بيشتغل ايه؟ بابا الحمد لله بيشتغل دكتور نسا. دكتور نسا. والحمد لله. مامته بتشتغل محامية ان شاء الله، هتيجي تربط عليهم كلهم. دي مامتك؟ تشتغل محامية وباباك دكتور نسا. وانت بقى ان شاء الله لما تكبر هتشتغل ايه؟ ظابط. هاجي اقبض على كل الناس الجمهور دول. انت مالك داخل فينا شمال ليه كده قوي؟ لا انا داخل يمين مش شمال. يعني انت عايز تشتغل ظابط؟ في مدرسة في حياتك ولا ما لهاش؟ روضة سكول ان شاء الله. في مدرسة بتروح مدرسة فعلا وكله تمام؟ طب الحمد لله. وانت في سنة كام بقى؟ وامسك برضه اصحاب الرب لو عملوا لي حاجة. في مدرسة؟ ايه اللي انت لابسها دي؟ ايوه انا اكسب فيها. امال ايه دي؟ اهو دي؟ لا يعني انا عايز افهم انت لابس دي ليه؟ انا دي لابسها عشان عارف انا لابسها ليه. وانا بقى عارف الفتلة دي انا عارف لابسها ليه. يعني انا ممكن اقطعها كده يعني. ولا تقطعها. ما فيهاش اي حاجة. لا ولا تقطعها ولا قلت لك. ماما هي اللي ملبساني بالعافية. كل حياتك مغصوب عليها. طب انا عايز اقول لك حاجة. مخليني انا اخد 10 جنيه بالعافية. انت كمان مش عايز فلوس؟ ومش عايز فلوس. وتمشي في المدرسة كمان مش عايز فلوس. ما اكيد عايش اتاوة في المدرسة. اكيد من هنا ربع جنيه على 50 قرش على سندوتش على كوباية عصير من اللي وراك. مسألة ماشية برضه. ولا ايه؟ صح؟ بس نعم. السؤال رقم 1. لا ولا سائل بقى، ولا سائل برضه في الأمور. طب استنى بس، ده السؤال ده جالك على التيك توك. وأنا مش عارف. انت مش هتسأل، انا هسألك كام حاجة كده وانت حر، بس هيعجبك السؤال ده. وإن شاء الله الموسيقى تخلص. أنا عايز أصوت بس. بيقول لك أوقات الفراغ بتاعتك. يعني لما يبقى عندك وقت فاضي وقت فراغ بتحب تروح المكتبة؟ لا مش بحب. انا ما قلتش، انا ما اقدر. ولا تحب تنزل الشارع؟ ايوه. بكسبك قدام الجمهور يا احمد حلمي، يا انكل احمد حلمي. طب انت جاوبت على طول تاني اجابه، لانه الاثنين التانيين ولا تروح النادي ولا تروح السينما، انت قلت تنزل الشارع. ايوه على طول بنزل الشارع بس. طيب بالنسبه لك انت، بالنسبه لك انت اللي انت قلته ده اجابه صح. انا عارف اجابه غلط يعني. لا اجابه صح، لانه السؤال ده كل واحد حر. طبعا انا كان امنيه حياتي تكون بتروح المكتبه، تروح النادي، اغني لكم اغنيه وخلاص، تروح السينما، ده في الاخر.